سمك الوقار 111 من اجود انواع السمك اللي ممكن تعمليها، سواء هتعمليها زيت وليمون او مقلي او صينيه او شوربه، يعني ينفع في كل حاجه. هعمل معاكم النهارده سمكه الوقار بطريقه مختلفه، بس مش طريقه واحده، طريقتين. بس الاول هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول اللهم بارك، ويلا بينا على طول نشوف هنعمل سمكه الوقار ازاي. بس بفكرك لو بتشوف الصفحه بتاعتنا لاول مره، يا ريت تعملي لنا متابعه علشان خاطر ينزل لك كل جديد هننزله باذن الله. بص بقى يا ستي، انا جبت سمكتين وقار. عايزه اقول لك ان انا جبتهم متنضفين من السوق. سمكه وقار 111 زي ما اتفقنا، ما تخليش حد يضحك عليكي، وقار 111 من اجود انواع السمك. بص بقى يا ستي، بعد ما جبته متنضف من السوق بالشكل ده، غسلته غسله كويسه جدا، وما شاء الله سمكه طازه زي ما انتم شايفين. فصلت الراس بتاعتها، وكمان شلت القطعتين اللي هما بيكون فيهم شوك في الجنب ده. وهقطع السمكه شرايح او جزل بالشكل ده كده. معايا واحده كمان. عند الراس كده بيكون 3 وحيد كده جنب بعض. تمام. هبدأ هنا برضو زي ما عملت في السمكة الأولى، هعمل في السمكة التانية بالظبط. علشان خاطر أنا محتاجة الراس والديل والقطعتين اللي هم فوق دول، محتاجاهم لوحدهم والجزل لوحدها. بعد كده هجيب طبق فاضي، هبدأ اجهز فيه التتبيله اللي هتبل بيها شرايح السمك. اول حاجه معلقه صغيره ممسوحه من الملح، نص معلقه صغيره كمون، نص معلقه صغيره كزبره مطحونه، رشه فلفل اسود، معلقه صغيره من الثوم المهروس، عصير ليمونه كبيره، معلقه كبيره من الخل، وهحط كمان معلقه كبيره من المستردة. تتبيله سهله وبسيطه، هتفرق جدا جدا في طعم السمكه، ويا سيدي على التتبيله الخطيره دي. رشه بسيطه كمان من الكركم، وكمان معاه معلقه صغيره من الشطه الحمراء المفرومه، ممكن كمان تضيفي شطه خضراء مفرومه. بص بقى يا ست الكل، هنلغوص لغوص لغوص في التتبيله كلها مع بعضها بالشكل ده. وهجيب جزل السمك هحطها كلها واتبلها كويس. هسيبها في التتبيله دي واركنها على جنب شويه، على ما نكون عملنا الشوربه. احنا هنعمل سمك مقلي وكمان هنعمل سمك شوربه. بعد كده بقى هحط صينيه على النار، طاسه، اي حاجه. هتحطي فيها معلقتين من الزيت، وهتبداي تجيبي بصلايه بقى تقطعيها بالشكل اللي حضرتك هتشوفيه دلوقتي ده. النهارده هنشتغل شغل ست البيت، ما فيش شيفات خالص. المهم هقطع البصله بالشكل ده طبعا، وولعت البوتاجاز تحت الصينيه. وهفضل بقى مع البصله من وقت للتاني لحد لما تبدا تتحمر. بص بقى البصله اخدت اللون ده ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. هبدأ ان انا اضيف عليها حبايتين من الطماطم متقطعين قطع صغيرة بالشكل ده. بس اهم حاجة يعني خلي البصلة تغمق شوية. هدي التقليبة، وهسيب بقى الكلام ده كله يتسبك مع بعضه، بس ما اضيف التوابل حاجة بسيطة خالص. بالنسبة للتوابل هتكون رشة بسيطة من الكزبرة ورشة بسيطة من الكمون وشوية ملح. بس كده، اظن مفيش اسهل ولا اسرع من كده. ادي تقليبه بقى وخليهم كده خلي الطماطم تتسبك مع باقي المكونات دي. وبعد كده هضيف فوقيهم ميه سخنه، واسيب المكونات دي تغلي مع بعضها كده، يعني قولي 10 دقايق كده. محتاجه لون البصل ينزل في الميه. هنظبط بقى الملح ومع حبايه من الشطه الخضراء اختياري. بعد كده نسيبها برضو تغلي زي ما اتفقنا. وهجيب حله بقى صغيره كده علشان خاطر انا محتاجه اصفي المكونات دي. محتاجه المرقه بتاعتنا تكون صافيه ورايقه ما فيهاش اي حاجه. خلاص هحط بس في الحله كده راس الوقار وكمان الديلين والقطع اللي انا شلتها من السمك. حابه تعملي السمكيه كامله اللي يريحك. انا حبيت اخد اجزاء من السمكتين قلي واجزاء شوربه. هصفي بقى زي ما اتفقنا بالشكل ده. اوعي ترمي البصل والطماطم، هقولك هنعمل بيهم ايه دلوقتي. خلاص هظبط بس المرقه كده، اخليها تغطي قطع السمك، واسيبها تغلي بس 10 دقايق وطفي النار. ما فيش اكتر من كده. السمك ما شاء الله الشوربه ما بياخدش وقت خالص في التسويه. نوع السمك ده حلو جدا، مش زفر خالص، وطعمه بصراحه خطير. خلاص بصوا بقى هنا السمك استوت. هرجع بقى الحله دي ورا. ما شاء الله بصوا السمكه بقت زي الفل. وهجيب بقى الخليط بتاع البصل والطماطم، هنعمل منه احلى شويه رز. يعني احنا بصوا هنستخدم كل حاجه، ما فيش حاجه هتترمي معانا. زودتهم بس شويه ميه وهسيبهم برضو يغلوا، وهظبط الملح بتاعهم. ومعايا كوبايتين من الرز المصري مغسول ومتصفي من الميه. على طول بقى هحط الرز زي ما اتفقنا على نار عاليه، وهظبط الميه بتاعته. رز عادي بقى، هظبط الميه بتاعته. اول ما الميه تبدا ان هي تغلي والرز يتشرب، ههدي عليه النار. خدي بالك عشان ما يلزقش منك. تمام. ودلوقتي جاهزين بقى بعد ما ظبطنا الرز بالشكل ده، والسمك الشوربه خلاص اتظبط معانا، ان احنا نقلي قطع السمك التانية. بس اهم حاجه نغطي على الرز
تعالي بقى جيبي شويه دقيق في طبق، وهتبداي بقى دقيق عادي ما فيهوش اي حاجه خالص، وهبدا بقى ان انا اخد قطع السمك. ما شاء الله سمك متبل تتبيله كويسه جدا، مش محتاجين ان احنا نضيف على الدقيق اي حاجه. هغلف بقى قطعه السمك بالدقيق بالشكل ده، وانا مولعه على الزيت مستنيه يسخن حلو قوي. واول ما الزيت يسخن هبدا ان انا اضيف بقى قطع السمك بعد ما نضفتها كويس من الدقيق الزايد، على نار عاليه طبعا. والزيت زي ما انتم شايفين مغطي نص السمكه مقطعاها جزل رفيعه شويه، يعني مش هياخد معانا باذن الله وقت كتير في التحمير. ما تقلبوش على طول، استني لما السمكه تشد كده شويه وبعد كده ابداي قلبيها. خلاص بقى هنسيبه يستوي براحته وياخد اللون اللي احنا عايزينه. وتعالوا كده بقى ايه نبص على الرز. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، شويه سمك وشويه شوربه سمك وشويه رز بقى صياديه. بصوا انجاز، اسهل اكلات السمك ده. خلاص بقى الرز قرب يستوي، وما شاء الله كده بقى ايه السمك اخد اللون اللي احنا عايزينه. وتعالي اوريكي جماله بقى. الله الله على شويه جزل السمك المتحمرين دول، وشويه شوربه بقى يا ولاد تاكلوا صوابعكم وراه. ده كان الغدا بتاعنا النهارده، سهل وسريع وبسيط. اتمنى ان هو يعجبكم. ما تشتريش اي اكل من بره وجربي في البيت. تعالي كده اوريكي قطعه السمك من جوه عامله ازاي. اهم حاجه لو وصلت معانا لحد هنا ولسه ما كتبتليش كومنت وكمان ما حطيتليش قلب، يلا مستنيه ايه؟ استنونا في حلقات تانية ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين ومع السلامه.